السلام عليكم حبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعض النهاردة الدرس الثاني في الوحدة الأولى في الترم الثاني. ما تنسوش حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة. الدرس كله بيتكلم على الصناعة والتكنولوجيا في وطننا العربي. هنقسم الدرس ده لخمس نقط مهمين جدا. أول حاجة هنعرف مقومات الصناعة، وبعد كده هنعرف أنواع الصناعة، وبعد كده هنعرف النقطة الثالثة الصناعات الرئيسية وأهمية الصناعة، النقطة الرابعة، وآخر نقطة معانا اللي هو التحديات اللي بتواجه الصناعة في الوطن العربي. بس قبل ما نبدأ الدرس لازم نعرف يعني إيه أصلا صناعة. صناعة عملية تحويل المادة الخام إلى منتجات لتلبية احتياجات الإنسان اليومية. يبقى المادة الخام دي بنحولها لمنتجات، وبعد كده علشان تلبي احتياجات الإنسان اليومية. يبقى نرجع نعيد التعريف ده مع بعض. الصناعة عملية تحويل المادة الخام إلى منتجات لتلبية احتياجات الإنسان اليومية. طب أنا إزاي يكون عندي صناعة ناجحة؟ علشان يكون في صناعة ناجحة لازم يكون عندي عوامل طبيعية وعوامل بشرية اللي احنا بنسميها مقومات طبيعية ومقومات بشرية. المقومات الطبيعية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا. المقومات البشرية دي برضو من العوامل اللي بتساعد على نجاح الصناعة. المقومات الطبيعية قسمناهم لثلاثة: موقع، مواد خام، مصادر طاقة. طب بالنسبة للمقومات البشرية عندي أيدي عاملة. لو في مصنع اتفتح جديد، المصنع ده علشان يشتغل محتاج إيه؟ ناس تشتغل فيه، بنسميهم إيه؟ الأيدي العاملة. طيب المصنع ده برضو علشان يشتغل محتاج اللي احنا نشتري مواد خام، يبقى محتاج رؤوس الأموال. هنشتري بإيه؟ برؤوس الأموال. يبقى الأيدي العاملة، رؤوس الأموال. طيب الحمد لله المصنع ده اشتغل. بالنسبة للمنتج اللي هو بينتجه، علشان انقله من مكان لمكان هحتاج ايه؟ هحتاج، برافو عليك، وسائل نقل ومواصلات. طيب وسائل النقل والمواصلات دي هتودي المنتج بتاعي فين؟ في الأسواق. يبقى المقومات البشرية: أيدي عاملة، رؤوس أموال، وسائل نقل ومواصلات، والأسواق. تاني نقطة اللي هي أنواع الصناعات في الوطن العربي. عندي أربع أنواع مهمين جدا في الوطن العربي في الصناعات. أنا عندي صناعات استخراجية، صناعات تحويلية، صناعات استهلاكية، وآخر نقطة معايا صناعات حديثة. الصناعات الاستخراجية من اسمها يعني بتعتمد على استخراج المعادن ومصادر الطاقة. من فين يا ميس؟ من باطن الأرض. طب ادينا مثال. عندي زي استخراج البترول والغاز الطبيعي والفوسفات والحديد. يبقى نرجع تاني، الصناعات الاستخراجية من اسمها تعتمد على استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض. زي ايه؟ زي استخراج البترول والغاز الطبيعي والفوسفات والحديد. تاني حاجة الصناعات التحويلية، برضو من اسمها بتعتمد على تحويل المادة. الصناعات التحويلية بتعتمد على تحويل المادة الخام إلى منتجات جديدة. زي إيه؟ زي الصناعات الغذائية، صناعات الغزل والنسيج. تمام؟ نيجي بقى لتالت نوع من أنواع الصناعات اللي هي الصناعات الاستهلاكية. دي بترتبط بحياة المواطن واحتياجاته اليومية، يعني استهلاكنا اليومي منها. زي ايه يا ميس؟ زي صناعة الملابس والأغذية والأساس، وطبعا عندي اللي هو الأدوات المنزلية. يبقى صناعات استهلاكية حاجات أنا بستخدمها في حياتنا اليومية، زي صناعة الملابس والأغذية والأساس والأدوات المنزلية. آخر نوع من أنواع الصناعات الصناعات الحديثة اللي هي بنسميها التكنولوجية. دي بقى بترتبط بالتطوير العلمي أو بالتطور العلمي والتكنولوجي. زي إيه يا ميس؟ زي صناعة الإلكترونيات اللي هو الموبايل والآيباد وكل الحاجات اللي هي الإلكترونيات دي.
دي من ضمن الصناعات الحديثة اللي هي التكنولوجية. وصناعة السيارات. يبقى أنا عندي كم نوع من أنواع الصناعات في الوطن العربي؟ أنا عندي صناعات استخراجية، عندي تحويلية، عندي استهلاكية، عندي حديثة. طيب، عندي كمان اللي هو الصناعات الرئيسية اللي موجودة في الوطن العربي. عندي 4 أنواع برضو من الصناعات الرئيسية، زي صناعة تكرير البترول والغاز الطبيعي. ده بيعتبر مصدر رئيسي للدخل القومي في عدة دول، وخاصة دول الخليج زي السعودية والكويت. صناعات غذائية، دي بقى من أهم الصناعات. ليه يا ميس؟ عشان هي بتوفر لي احتياجات السكان، أو اللي هو احتياجات السكان، وبتوفر كمان وبتعمل على تحقيق الأمن الغذائي. تمام؟ يبقى لو جالي سؤال في الحتة دي، وضح ما أهمية الصناعات الغذائية، هتقولي إيه؟ هتقولي توفر احتياجات السكان. إيه تاني؟ بتحقق الأمن الغذائي في الوطن العربي. نيجي بقى تالت صناعة عندي، صناعة الغزل والنسيج، اللي هي مشهورة عندنا في مصر. دي بقى المادة الخام بتاعتها الرئيسية اللي هي بتبقى القطن أو الكتان، وكمان الألياف النباتية. يبقى صناعة الغزل والنسيج بتعتمد على القطن والكتان والألياف النباتية، دي المادة الخام ليها. عندي ايه تاني؟ صناعة الحديد والصلب والأسمنت. دي أساس المشروعات الخاصة بالبناء والتعمير والتوسع العمراني. تمام؟ يبقى أنا عندي 4 صناعات رئيسية. تكرير البترول والغاز الطبيعي، ده مصدر رئيسي للدخل القومي لبعض الدول زي دول الخليج اللي هي السعودية والكويت. صناعات غذائية، دي تعتبر من أهم الصناعات، علشان هي بتوفر لي احتياجات السكان وبتحقق الأمن الغذائي. صناعة الغزل والنسيج، المادة الخام بتاعتها إيه؟ القطن والكتان والألياف النباتية. صناعة الحديد والصلب والأسمنت، دي أساس مشروعات البناء والتعمير والتوسع العمراني. تعالوا بقى نروح لنقطة تانية. أنا عايز أعرف الأماكن اللي فيها الصناعات دي. قسمناهم ل3 أماكن مهمين: شمال إفريقيا، الخليج العربي، بلاد الشام. شمال إفريقيا زي عندنا في مصر والجزائر والمغرب. تمام؟ طيب، بالنسبة لمصر والجزائر والمغرب، إيه أهم الصناعات اللي موجودة فيها؟ عندي الصناعات الغذائية، صناعة الغزل والنسيج، والصناعات البترولية. عندي زي هنا في مصر صناعة الغزل والنسيج اللي هي بتتركز في مدينة المحلة الكبرى. عندي الخليج العربي زي السعودية والإمارات والكويت، مشهورين بالصناعات البترولية والبتروكيميائية. طيب، حد يسألني يا ميس، طيب اللي هي الصناعات البترولية احنا عارفينها، طب يعني ايه بتروكيميائية؟ بتروكيميائية يعني بتعتمد على البترول والغاز الطبيعي، مادة خام لإنتاج مواد تستخدم في صناعات أخرى. يعني البترول والغاز الطبيعي هنا مادة خام علشان ينتجوا لي مواد بستخدمها في صناعات أخرى. يبقى الصناعات نركز في التعريف ده. وضح ما المقصود بالصناعات البتروكيميائية. يبقى دي بتعتمد على البترول والغاز الطبيعي، مادة خام لإنتاج مواد تستخدم في صناعات أخرى. نرجع بقى تاني، بلاد الشام أنا بقصد بيها سوريا والأردن، ودول مشهورين بصناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية زي ما موضح في الخريطة. وخلي بالك، الخريطة ممكن تدخل معايا في سؤال. اكتب مدلول اللي هو الأرقام. عندي نبص هنا على مفتاح الخريطة. الدايرة الحمراء دي صناعة الغزل والنسيج زي عندنا في مصر، مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى. وفي كمان اللي هو زي ما أخدنا من شوية اللي هي صناعات اللي موجودة الغزل والنسيج برضو موجودة في سوريا والأردن أهو.
تمام. وفي برضو موجودة، ده اللي احنا نركز عليه في المنهج بتاعنا. في برضو في الجزائر كمان، اللي هو فيها الغزل والنسيج. في كمان اللي هو طبعا المغرب. الجزائر، عايزه اقول لكم معلومه حلوه: الجزائر والمغرب وتونس بنسميهم دول المغرب العربي. تمام. طيب، وفي برضو عندي صناعات الغذائيه اللي هي النجمه دي، موجوده برضو في المغرب والجزائر ومصر وسوريا والاردن. تمام. وعندي صناعات البتروكيميائيه عندنا هنا في مصر وفي الجزائر والمغرب، اللي هو طبعا كل دول الجناح الأفريقي. أما الجناح الآسيوي عندي في الإمارات وقطر والكويت، وعندي كمان في السعودية. تمام. تعالوا بقى يا حبايبي، هنا لو جالي سؤال بيقول لي بما تفسر، نتفق إن بما تفسر معناها ليه. اللي هي بتقام المناطق الصناعية بالوطن العربي بالقرب من مصادر الطاقة والموانئ والطرق. هو أنا ليه بنعمل المصانع اللي هي المناطق الصناعية بتبقى قريبة من مصادر الطاقة ومن الموانئ والطرق؟ طبعا علشان يبقى فيه سهولة أو ليسهل نقل المواد الخام والمنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج. أنا لو عملنا مصنع في حتة بعيدة عن الطرق وعن مصادر الطاقة، هضطر اللي أنا أنقل المواد الخام أو المنتجات، فكده هيبقى فيه تكلفة ياما. فعشان نقلل التكلفة بقى كله جنب بعضه، في حاجة اسمها مراكز صناعية. عندنا هنا في مصر بقى في مجمعات صناعية كبرى، زي مجمع الجلالة لصناعة الرخام. ده مصنع عندنا هنا في الجلالة لصناعة الرخام. وعندنا برضو من زمان اللي هو المجمع بتاع الحديد والصلب اللي هو في حلوان. بالنسبة بقى للمملكة العربية السعودية، في مدينة الجبيل وينبع، دول من أكبر المراكز العالمية في الصناعات البتروكيميائية، اللي احنا قلنا بتعتمد على إن البترول والغاز الطبيعي بيعتبروا، اللي هو زي ما قلنا، اللي هو يعتبروا المادة الخام لإنتاج مواد تستخدم في صناعات أخرى. تمام؟ طيب، طب هي إيه أهمية الصناعة؟ أكيد الصناعة مهمة. طبعا الصناعة مهمة لأنها بتوفر أولا احتياجات السكان المختلفة من المنتجات. إيه تاني يا ميس؟ بتساهم في تحسين مستوى المعيشة. إزاي؟ عن طريق توفير فرص عمل للشباب. إيه تاني؟ زيادة الدخل القومي. يبقى الصناعة بتوفر احتياجات السكان المختلفة من المنتجات، وتساهم في تحسين مستوى المعيشة من خلال توفير فرص عمل للشباب، زيادة الدخل القومي. طيب، تعالوا بقى نروح لآخر نقطة في الدرس، اللي هي تحديات. يعني إيه؟ يعني في تحديات بتواجه الصناعة رغم ان احنا عندنا تطور صناعي في الوطن العربي، ولكن في بعض المشكلات اللي بتقابل الصناعة. زي ايه؟ انا عندي 5 مشكلات بتقابل اللي هو بتقابل الصناعة في الوطن العربي. زي نقص العمالة المدربة، ما عنديش عمالة مدربة اللي هي تستخدم التكنولوجيا الحديثة. يبقى من اهم التحديات نقص العمالة المدربة على التكنولوجيا الحديثة. ايه تاني؟ ضعف البنية التحتية، اللي هي التحتية في بعض الدول. مفيش بنية تحتية قوية علشان يكون عندي صناعة ناجحة في بعض الدول. تالت حاجة، ضعف الاستثمارات في البحث العلمي والتكنولوجي. ما عنديش استثمارات كفاية في البحث العلمي والتكنولوجي. عندي ايه تاني؟ عدم القدرة على منافسة المنتجات الأجنبية. يعني مفيش قدرة في منافسة المنتجات الأجنبية. تمام. ولكن يعني احنا عندنا في صناعات متطورة جدا، بس في بعض الصناعات بتبقى مش قادرة تنافس المنتج الأجنبي. ايه تاني؟ عندي تصدير المواد الخام بدل من تصنيعها. طب احنا ليه مثلا بيبقى في تصدير للمادة الخام بدل من ان انا اصنعها؟ لان اكيد في سبب، يبقى لعدم قدرة بعض الدول على التصنيع. يبقى ايه هي التحديات اللي بتواجه الصناعة في الوطن العربي؟ عندي 5 تحديات: نقص العمالة المدربة على التكنولوجيا الحديثة، ضعف
البنية التحتية في بعض الدول، ضعف الاستثمار اللي هي الاستثمارات في البحث العلمي، عدم القدرة على منافسة المنتجات الأجنبية. ايه تاني؟ تصدير المواد الخام بدل من تصنيعها. ليه يا ميس؟ لعدم قدرة بعض الدول العربية على التصنيع. تمام يا حبايبي. طيب في حاجة بقى بيقول لي ايه، ان بعض الدول العربية اتعرضت للاستعمار الأوروبي. ده كان امتى يا ميس؟ في القرنين اللي هو ال19 والعشرين. ايه اللي حصل؟ استغل المستعمر ده اللي كان بيجي بيحتل الدولة العربية، ان كان بيستغل الموارد الطبيعية. وكمان ايه؟ لما هو استغل الموارد الطبيعية دي، أضعف صناعاتها المحلية. ليه بقى؟ علشان طبعا لجعل الأسواق العربية مفتوحة أمام المنتجات الأوروبية. ده عمل على إيه يا ميس؟ عمل على تأخر النهضة الصناعية بها، حتى حصول الدول دي على استقلالها. فضل في تأخر في النهضة الصناعية لحد ما الدول دي استقلت عن الدولة اللي كانت مستعمراها. تمام يا حبايبي؟ يبقى نرجع نلخص الدرس بتاعنا سريع في 5 نقط. عرفنا يعني إيه صناعة، وعرفنا مقومات الصناعة اللي هي المقومات الطبيعية والبشرية، وعرفنا أنواع الصناعة. يبقى المقومات الطبيعية اللي هي زي طبعا الموقع، وأخدنا كمان المواد الخام ومصادر الطاقة. وبعد كده المقومات البشرية، الأيدي العاملة، رؤوس الأموال، ووسائل النقل والمواصلات. وآخر حاجة معايا اللي هو الأسواق. تمام. وبعد كده عرفنا أنواع الصناعات اللي هي الاستخراجية والتحويلية والاستهلاكية والصناعات الحديثة. وبعد كده عرفنا الصناعات الرئيسية طبعا اللي موجودة في الوطن العربي. وآخر حاجة اللي هم عرفناهم أهمية الصناعة والتحديات اللي بتواجه الصناعة في الوطن العربي. وبكده يكون الدرس بتاعنا خلص. وما تنسوش حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة. وإن شاء الله بإذن الله نتقابل في الدروس اللي جاية.